في يوم من الأيام حصلت قصة غريبة جدا مع واحد اسمه سعود بيحكي ويقول أنا ما كنتش أعترف بحاجة اسمها جن نهائي لحد اللي حصل معايا في اليوم ده، واللي جاي أحكيه النهاردة خلاني أعترف بحاجة اسمها جن، وإن فعلا في عالم غريب للجن. القصة حصلت معايا انا واتنين تاني صحابي، واحد اسمه ناصر واحد اسمه ابراهيم. ومن بعد اللي حصل لي ده انا ما بقتش شخص طبيعي، بقيت عامل كده زي المجانين. في يوم من الايام رن عليا صاحبي ناصر، واول ما رديت قال لي انا رنيت عليك كتير، هو انت فين؟ كانت وقتها الساعه 11 بالليل. انا اتخضيت وقلت له هو في حاجه ولا ايه؟ قال لي لا يا عم ما تقلقش، عايزين بس نعيد ذكريات الشباب ونروح في رحله في مخيم جوه الصحراء. في الاول انا ما كنتش موافق، بس لما لقيت صحابي بداوا يزعلوا قلت لهم خلاص هاجي معاكم، وانا كده انا اللي عارف الطريق. وفعلا قفلت باب البيت ونزلت ركبت مع اصحاب العربيه. فضلنا نهزر مع بعض طول الطريق، وقلت لهم انتوا المفروض تكونوا فرحانين علشان انا جاي معاكم، علشان محدش بس منكم يعرف طريق الجبل والتخييم ده غيري انا. ضحك ابراهيم وقال لي طبعا يا عم، بس المنطقه اللي احنا هنروحها دي فين بالظبط؟ فتحت التليفون وقتها ووريته الموقع بتاع المكان. ساعتها ناصر بص لي وقال لي سعود شوف لنا مكان قريب من ده شويه، لان حاسس ان المكان ده بعيد جدا. ضحكت وقتها وقلت له يا جبان هو انت خايف ولا ايه؟ يا عم خليك معايا والرحله هتبقى زي الفل، وكمان الرحله دي هتبقى بعيده عن الناس، يعني هتقعد براحتك. وقتها ناصر قال لي خلاص احنا هنروح معاك حتى لو ابعد مكان في العالم. المهم بدأنا ندخل في منطقة الجبال، وبدأنا ندخل في منطقة بعيدة جدا. أول ما وصلنا لنص الطريق قلت لصاحبي ناصر وقف العربية شوية عايز أقضي حاجتي. وقف ناصر العربية وأنا نزلت لشجرة قريبة من العربية علشان أقضي حاجتي، بس كان الجو برد جدا. وبعد ما قضيت حاجتي اتصدمت بحاجة مرعبة جدا. سمعت ساعتها صوت جاي من ورايا، واول ما بصيت لقيت كلب غريب جدا وشكله مرعب. فقلت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وايه اللي جاب الكلب ده هنا؟ انا اول مرة اشوف كلب في المنطقة البعيدة دي. مسكت حجر صغير وقتها ورميته عليه علشان يمشي من جنبي، بس برضه الكلب فضل يبص لي وفضل واقف مكانه كأنه عامل زي الصنم. فمسكت حجر اكبر منه ورميته برضه علشان يمشي من عندي. بس تخيلوا الحجر الكبير اللي انا مسكته ورميته جنب الكلب علشان يمشي من عندي جه في نص راسه بالظبط. انا اتصدمت وقتها لان الحجر اللي انا مسكته ورميته على الكلب ده فعلا ما كنتش ناوي ان انا اذيه، بس للاسف الحجر ده جه في نص راسه وفضل ينزل دم منها لحد ما مات. انا ما اعرفش ليه كل ده حصل، وازاي الحجر ده اللي انا رميته بعيد عنه وجه فيه وموته بالسهوله دي. لقيت صاحبي ناصر وقتها بينادي عليا وبيقول لي سعود هو انت اتاخرت ليه كده وبتعمل ايه عندك؟ قلت له ثانيه بس يا ناصر، وطلعت تليفوني علشان اصور الكلب ده، بس اتفاجئت ان الكلب ده اختفى من المكان نهائي. قعدت اقول وقتها اعوذ بالله، هو الكلب راح فين؟ ده كان لسه قدامي من شويه. ركبت وقتها العربيه بسرعه، واول ما ركبت ناصر قال لي خير هو في ايه كل ده؟ قعدت احكي له اللي حصل، وان كان في كلب ورايا ورميت عليه حجر ومات وقتها، ولما جيت اصوره بالتليفون اختفى. لقيت صاحبي ناصر وابراهيم بيبصوا عليا وكل وشهم مليان خوف، وكمان قالوا لي وقتها اقفل العربيه بسرعه. قلت لهم مال وشكوا كده مصدوم، هو في حاجه حصلت ولا ايه؟ ابراهيم قعد يتكلم معايا وهو بيتردد في الكلام وبيقول لي بصراحه واحد يكرر بصراحه دي كذا مره. فقلت له خير في ايه؟ انت قلقتني اكتر يا ابراهيم ما تتكلم. قال لي مش هكدب عليك، بعد ما انت رحت عند الشجره فقلنا نصورك، وبعد ما صورناك وجينا نفتح الفيديو لقينا في الفيديو حاجه مرعبه. بص كده ظهر في الفيديو ايه؟ بصيت على الفيديو وتخيلوا اللي شفته في الفيديو. ظهر ان انا كنت بقضي حاجتي بشكل طبيعي، لكن الكلب اللي قلتلكوا عليه كان واقف قريب مني ما كانش ليه اي اثر. والغريب ان الكلب ده كان واقف فوق راسي بالظبط كانه حاجه طايره. خلص الرحله دي، لو انتوا خايفين سيبوني في المخيم وارجعوا. بعد اصرار ان احنا نقعد وصلنا للمكان الغريب ونصبنا المخيم، وكمان عملنا نار وشوينا الفراخ وتعشينا. وبعد ما عملنا كل ده ظهر التعب على ابراهيم وناصر وقالوا احنا هندخل نريح وننام شويه. اول ما دخلوا جوه المخيم فعلا ناموا على طول. قعدت اقول سبحان الله هم ناموا ازاي بسرعه كده؟ فضلت اضحك عليهم واقول لهم فعلا اي واحد خواف وجبان بينام بسرعه. وقتها ما ضحكوش ولا حاجه، واتاكدت انهم ناموا بسرعه. انا ما كنتش حاسس بالنوم علشان كنت بفكر في الكلب وفي شكله جوه الفيديو. بعدها طلعت بره الخيمه وبدات احس بالرعب والخوف جدا، والجو كمان وقتها كان برد والرياح كانت في كل مكان، والنار اللي احنا كنا مولعينها علشان نعمل عليها الاكل ونتدفى عليها طفت فجاه. ما كنتش مرتاح وقتها لاي حاجه بتحصل معانا، وقلت يا ريتني كنت سمعت كلام صاحبي ناصر ورجعنا وبلاها الرحله دي. ودخلت الخيمه
وفضلت اقنع نفسي ان مفيش حاجه وان كل دي تهيؤات وتخيلات من دماغي انا. بس برضه كل ده ورغم ان انا بقنع نفسي برضه معرفتش انام. وانا قاعد كده وافكر مع نفسي لقيت اصوات غريبه جايه من بره الخيمه. تخيلوا سمعت ايه وقتها؟ سمعت صوت بينادى عليا وقتها وبيقول لي يا سعود. كان صوته غريب كده ومرعب. فضل الصوت ينادي باسمي وانا وقتها حسيت ان الدنيا بتلف بيا واعصابي كلها اتجمدت مكانها وانا مش عارف اعمل ايه. وبعدها قررت ان انا افتح جزء بسيط بس من الخيمه علشان اشوف مين الشخص اللي بينادى عليا من بره ده. واول ما فتحت وبصيت لقيت قدامي حاجه مرعبه. كان في طائر في السماء كبير جدا وشكله غريب ومرعب عمال ينزل على العربيه ويطلع وينزل ويطلع. شكل الطائر ده كان غريب جدا وانا كنت مرعوب. وانا ببص عليه فجأة بصلي ولقيته بيقرب مني. قعد يقرب مني ويقرب مني لحد ما فجأة طار في السما تاني. ما كنتش مستحمل وقتها كل اللي بيحصل لي ده، وفضلت ساعتين اصحي في صحابي بس مفيش اي حد منهم راضي يقوم من النوم. تحس انهم كده في غيبوبة ومش حاسين باي حاجة حواليهم. فضل الكائن الغريب ده ينادي باسمي وكان عايزني اطلع بره الخيمة. ما كنتش قادر اتحرك من مكان وقتها لحد ما الصبح طلع. واول ما الصبح طلع صحي صاحب ابراهيم وناصر. حكيت لهم وقتها اللي حصل وان كان في طائر غريب عمال يتمشى على الارض ويطلع على العربيه. بس للاسف لما دورنا على الكائن الغريب ده ما لقيناش اي اثر لاي حاجه هنا، حتى ان اثار الاقدام بتاعت الطائر ده ما كانتش موجوده. حسينا ان في حاجه غريبه ومش طبيعيه في المكان، لان المفروض كانت في اثار اقدام للكائن ده تكون موجوده على الرمل. وبعدها انا ما كنتش وقتها الاقي حل لكل اللي حصل لي وبيحصل لي ده، ورحت وقتها المشايخ كتير وحكيت لهم كل اللي بيحصل معايا. بس كان كل المشايخ اللي بروح لهم يفتكروني بهزر، لان الكاهن ده فضل يظهر لي بالرغم من ان انا كل يوم اقول الاذكار واقرا الرقيه الشرعيه. حاولوا ما تعملوش زي في يوم من الايام وتروحوا اماكن بعيده وتظهروا لاصحابكم انكم مش خايفين وان الحاجات دي مش موجوده. ولازم في اي مكان ضلمه بالليل تتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولحد كده تكون القصة خلصت. اشوفكم في فيديو جديد وسلام عليكم.